مؤسف. أكدت الشرطة النمساوية أن رجلا سوريا يبلغ من العمر 52 عاما طعن زوجته البالغة من العمر 45 عاما بسكين حوالي الساعة 1:40 في مركز لإيواء اللاجئين لا يبعد كثيرا عن كنيسة أنطاكيا الأرثوذكسية السورية في فافوريتن الحي العاشر في فيينا. وقد قام القاتل بالاتصال بالشرطة بعد جريمته، حيث وجد الضباط زوجته تنزف بشدة وفاقدة للوعي تماما. اعترف الرجل على الفور بطعنه لزوجته بسكين بعدما ضربته على حد قوله، وكان قد وصل طبيب الطوارئ بالمروحية إلى مكان الحادث الذي حاول إعادة إنعاش المرأة، لكنها توفيت متأثرة بجروحها الخطيرة في الموقع. وقد تم ضبط السكين واعتقال المشتبه به، حيث تولى مكتب الشرطة الجنائية لولاية فيينا إجراء المزيد من التحقيقات.